اللي انت شايفه ده تمرين اسمه الايزي بار ابرايت رو، وهو تمرين بيستهدف عضلات الكتف الجانبيه او الميدل دلتويدز. وطالما الكتف شغال يبقى الواح الكتف كمان شغاله، يعني العضلات اللي بتخلي الواح الكتف تدور لاعلى هتبقى شغاله، واشهرهم عضله الابر ترابيزيوس او الترباس العلوي. طب نيجي بقى للمهم، الشكل اللي انت شفته ده حلو ولا وحش؟ كمل معايا الفيديو ده للاخر عشان تعرف. في بحث نشر سنه 2011 لشونفيلد اند كوليجز، وكان معمول على الام الكتف، لان من اجمالي 110 شخص كانوا موجودين في البحث 61% منهم اشتكوا من الام بالكتف خلال سنه من تدريبات المقاومه، و36% من الاصابات اللي حصلت كانت في حزام الكتف او الشولدر كومبلكس. اصابات عضلات الكفه المدوره او الروتيتور كف، وانعدام ثبات المفصل، والاستخدام الزايد او الاوفر يوز او الاوفر تريننج كانوا من اكتر الاسباب الشائعه اللي ادت للاصابات. واغلب الالام اللي كانت بتؤدي لمشاكل ان احنا مش بنعرف نرفع ايدينا لاعلى او للجانب. طيب هو ليه اصلا الابرايت رو؟ اشمعنى يعني التمرين ده اللي انت ماسك فيه؟ بص يا سيدي، اولا الكلام في التمرين ده هيوصلنا في اخر الفيديو لسبب مهم جدا يخليك تقدر تحافظ على مفصل كتفك من الاصابه بشكل عام. والحاجه الثانيه ان برضو التمرين ده يعتبر مهم حسب موقفك من التدريب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا لو لعيب رفع اثقال فهو جزء لا يتجزا من تمرينك او لعبك، لان اي تمرينه فيها هاي بول او سحب لفوق زي السناتش مثلا او الكلين هيكون فيها ابرايت رو من غير ما تحس. وركز معايا عشان في الاخر في سؤال تركايه كده. التمرين ده كمان ممكن نستخدمه باوزان خفيفه في تدريبات الترابيز بدل مثلا من تدريبات الشراجز للي عنده مشكله في الرقبه. وكمان تمرين مركب بينشط عضلات كتيره مع بعضها زي العضلات اللي على الواح الكتف. طب ايه المشكله في تمرين الابرايت رو؟ عشان نفهم ايه المشكله هنلجا لصديق البرنامج عزت. ركز معايا. وانا بعمل ابرايت رو في اول الفيديو عملت دوران لمفصل الكتف لجوه، وحاولت ارفع ايدي لفوق واخلي ايدي تعدي زاويه ال90 وتطلع لفوق لحد ال 120 درجه. طيب لو انت ركزت في الحركه دي هتلاقي ان هنا المسافه قلت قوي ما بين الراس بتاعت الكتف والعظم او الهيئات اللي فوقيها. تعال نفهم بقى الكلام ده بشكل علمي. ايه اللي حصل وادى لمشكله في الحركه؟ اول حاجه لازم تبص عليها اللي ورا دي، المثلث ده اسمه لوح الكتف. النقطه الحمراء اللي فوق دي والنقطه الحمراء اللي في الاخر دي اللي عند راس الكتف دي، ده مكان لعضله اسمها السوبر سبايناتس. فوقيهم العظمه دي اسمها الاكروميوم، وتحت الاكروميوم دي في مخده صغيره بتفصل ما بين العظمه دي وما بين المفصل بتاع الكتف اسمها البورسل. طيب المشكله فين؟ المشكله ان انا لما عملت دوران للكتف لجوه وقعدت ارفعه، المسافه نفسها قلت ما بين الكوشن نفسها او ما بين العظمه اللي هي الاي سي وما بين المفصل. كتر الحركه دي وتكراراتها بكميات كبيره في تمارين كتيره مش الابرايت رو بس، هيؤدي في الاخر لزي اصابه او احتكاك او تاكل في الوتر نفسه، وفي الاخر هيؤدي لاصابه اسمها السوبر سباينس دينديوباثي او التندونايتس او التهاب في اوتار عضلات الكف المدوره بشكل عام او سوبر سبايناتس. كل دي حاجات بتؤدي للاصابات، عشان كده التمرين ده بالمنظر ده غلط جدا ولا ينصح ان احنا نعمله بالشكل ده. طب يعني التمرين ده وحش؟ لا، تعال اقول لك ايه الحل. طب ايه الحل عشان اعرف العب تمرين الابرايت رو بطريقه صح؟ اول حاجه هتلاقيني هنا وسعت مسكه ايدي للبار، بقت بعرض كتفي واوسع كمان. في بحث في 2013 لماكاليستر اند كوليجز لقى ان كل ما اتساع مسكتك للبار زاد نشاط الابر ترابيزيوس والميدل دلتويدز او عضلات الكتف الجانبيه. تاني حاجه، حاول ما ترفعش كتفك اكتر من 90 درجه، يعني اخرك تخلي كتفك موازي للارض، ويفضل اصلا ما توصلش ل 90 درجه. الحاجه الثالثه، اعمل دوران لكتفك للخارج اول ما تحس ان كتفك بدا يرتفع، يعني اول ما الكتف درجه ارتفاع توصل لحوالي 60 درجه لو في بدايه عمليه سحب البار لفوق، اعمل دوران للكتف للخارج. رابع حاجه، اسحب البار بالقرب من جسمك وحاول تخلي السحب من الكوع مش من الريست. اخر حاجه، انت اصلا ممكن تستبدل البار بالدمبل، هيكون افضل وهيدي حريه اكبر في المدى الحركي.